تعالى على ارض الواقع. الموجه ما تجيش تبص لي من المكتب وتمشي. تعالى لي انا بقى. لا اقعد مع الساده المدرسين يا جماعه، المشروع دوت هيبقى فيه مكسب مثلا 5000 جنيه. 5000 جنيه اللي عايز يشتغل معايا اتفضل. بالطالب، انت واقف للطالب مش انت اللي جاي تشتغل. 5000 جنيه للفرد ولا لكله؟ مكسب. لا انا بتكلم عن المشروع حضرتك بتقول مثلا المشروع مشروع المشروع ككل. مشروع معين يعني. 5000 5000 دول هترزقهم علينا. عايدين على اللي هيشتغل. على اللي هيشتغل مين؟ اللي هيشتغل الطالب والمدرس والموجه. بالظبط كده. انا عندي مثلا 20 مدرس، 5 منهم عندهم استعداد يشتغلوا و15 لا. الف سلامة حضرتك، انا هشتغل بالخمسه. 5 دول هاخدهم للطلبه الثانيه اللي هي عندها تمرين المحول اساسا ايه في القسم. هيشتغل، هينتج، هيتعلم. الطالب هيبقى فني، هيبقى راجل مهندس فعلا. يا ابني هنعمل المحول دوت، القوانين بتاعته بتقول 1 2 3. هنمسك القانون 1 2 3 ده محول. هبص الاقي انا ماسك المحول واشتغل، انا اللي عندي الفكر. الاربعه مدرسين التانيين واقفين معايا خدوا الفكر. هو عنده الفكر اساسا، لكن لما مني بدا يشتغل مع الطالب. ده خد 5 طلبه، دي خد 4 طلبه، دي خد 10 طلبه. طب عملنا كده 50 محول. ما هو الخمس اصل انت برضك هتشتغل على منظومه ان انت ناس هتلف. ما انا بدات ناس هتشتغل على كذا، ناس هتجمع. لا ده انا عايز كله يشتغل. انا عايز الواحد كده يمسك المحول يخلصه لوحده يقفله لوحده، ما هو محول. فانا عايز الغي فكره ايه التتبع دي. مش عايز اتابع. يعني عايز تمسكه، عايز اخليه دكتور من الف للياء. عايز اخليه دكتور خبير. عايز اخليه خبير. خليه خبير ازاي؟ اقول له اعمل محاور اهو اتفضل. اول شيء هصمم البقره. اهي صممت البقره. هحط في البقره دي خشب والف السلك اهو. كل فولت بيطلع بكذا فوق لف. ابدا بعد كده اجمع الصاج. بعد كده حطيت الزيوت. انا شغال لوحدي ما عادش حد خالص. هم كلهم واقفين بيتفرجوا عليا اهو. ال4 المدرسين وال100 طالب اللي معايا او ال80 طالب اللي معايا واقفين بيتفرجوا عليا. ده المفروض يكون معمول بيه وانتوا شغالين على كده. يا بيه انا عندي مثلا نقول لف المحولات. يعني مدرسه الزراعه ديت انا شايف في انتاج. يا استاذي انت ما تسالنيش على مدرسه الزراعه. ده انا بجيل التخت اللي بقعد عليها وانا عندي قسم اداره العماره مش زراعه. حلو، يعني الزراعه هي اللي شغاله. انا ده بقى شوف بقى انت حضرتك اتكلم انت. مدرسه الزراعه. انا بجيب بتطلع نشفه، بتطلع عسل نحل. يا استاذ انا باخد التخت اللي بقعد عليها، ما بدورش على الزراعه. تخت باخدها منهم الدواديب. هم اللي بيصنعوها. هم اللي صنعوها. وانا عندي قسم تجاره عماره. انت عندنا الفكره. وعندي قسم تجاره اساس في مدرسه. مش معنى انتوا عندكم فشل بقى. يا بيه ده تعليم فني على مستوى الجمهوريه. انا ما بتكلمش على مدرسه. انا بقول في مدرسه المقاطعه. لا بتكلم كتعليم فني. عندكم فشل في التعليم الفني. ناقص مش متكامل. يا استاذ التعليم الفني ده يصرف على التعليم العام كله. التعليم الفني يصرف على التعليم العام كله. يعني كده مدرسه الزراعه معلش يعني. يا استاذ انا بتكلم عن مدرسه معينه كمان. ده انا بتكلم بقول لك التعليم الفني. يا استاذي انت لما تيجي ورشه النجاره بره، ورشه نجاره تصرف على بيت غير اللي شغالين فيه. تصرف ماشي. يبقى لما يكون عندي ورشه فيها مثلا حوالي 20 مدرس، يعني دول 20 معلم. انا بتكلم بلغه السوق بقى. 20 معلم، كل معلم بيبقى وراه صبي. كل معلم بره في السوق ايوه وراه صبي. لا عندي في المدرسه يبقى المعلم وراه 100 وراه 10 15 صبي. وصبي درس نظري وجاي يطبق عملي. لو جاي يتعلم درس نظري الاول، اللي بره قاعد يتعلم بس ازاي يدق المسمار، ما يعرفش يودق هنا ليه. لما تيجي تقول له انت بتعشق ليه؟ يقول لك انا لقيتها كده، لكن ما يعرفش التعشيق في كده. لكن لما اجي للطالب الصنايعي اللي بنقول عليه طالب التعليم الفني، لما اجي اقول له دول مسمار هنا يقول لك ده زاويه كذا وده زاويه كذا وتحط هنا عشان كذا. حافظ ويقدر يقرا مخطط. يقرا مخطط. يقرا مخطط. طلباتك ايه طيب يا استاذ؟ طلباتي هي الدوله توفر لي كمان مع رقابه. طب ما موفر لك 20 مليون جنيه اهم. لا ده دول مرتبه. انا عايز اخلي ال 20 مليون دول للدوله، واخلي ال 20 مليون دول 80 مليون للمدرس والموجه والطالب والمدرس والدوله. الدوله لها نسبه طبعا. يعني حد الدوله
وانا ما انا اديت الدوله 20 مليون الاول الاسبوعي لهم. وفرت عليهم حوالي 20 هو ال 20 مليون. مليون مرتب دول يا استاذ، ال 20 مليون دول لو عندي 1000 مدرسه يطلعوا بكام؟ يعني لو جبت لك خامات ب 20 مليون انت هتديني 80 مليون. اديك ال 20 مليون واخد انا الباقي. لا انت مش هتديني خامات ب 20 هديك 80. انت ديك عليا هطلع لك مرتب المدرسين ده زي 3 اضعاف. 3 اضعاف يبقى انت كده وفرت عليا. واوفر لك المرتب ده ليك انت كمان للدوله. 20 مليون دول انا مش عايزهم منك، هتاخدهم من عمال الشغل. انت بقى ان اشتغلت خدت، ما اشتغلتش ما خدتش. كمدرس اللي يشتغل راجل بيقول كده، هو الراجل الحاج المشير عبد الفتاح السيسي قال كده، قالها بالظبط كده، قال اللي يشتغل ياخد مكافآت واللي ما يشتغلش ياخد جزء. ومفيش استثناء، لا الاستاذ وائل قريب المدير ولا الاستاذ وائل قريب وزير ولا حد، مفيش حاجه اسمها استثناء يا جماعه. لا هو في استثناء وهنموت وفي استثناء. لا طبعا. لا 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 ده اللي مودينا في داهيه. بس ده سبب تخلفنا تاخرنا. على فكره يا جماعه قبل ما ننهي الحوار مع الاستاذ وائل هتكلم في حاجه واضحه جدا. كلنا بنقول التعليم فاشل في مصر. اقسم بجلاله الله، اقسم بجلاله الله، اقسم بجلاله الله، 3 أيمنة قسم غموس بالله ان اعلى تعليم على مستوى العالم في مصر. والدليل على ذلك اول دكتور جراح يضرب مشرط في قلب كان الدكتور مجدي يعقوب. تمام. اول دكتور وصل لعلم الدكتور احمد زويل هو الدكتور احمد زويل. هم بيقولوا يحيى المشد لكن انا بقول الدكتور يحيى المشد اللي قتل في فرنسا بيد الوساد الاسرائيلي بيطلعوا من العراق للتفاعل النووي من 20 سنه، ان العراق اللي تتبناه عشان يتعمل في النووي. واخر واحد اتبنته الامارات، طالب اللي اتبنته الامارات اللي عنده 18 سنه مصر، اللي عليه مشاكل في الاعلام دلوقتي. مشكله يا جماعه والله. مصر فيها 57,000 عالم في انحاء العالم، ومع الاسف ونقول علينا تعليم فاشل؟ لا والله. الدكتور دكاتره كتير، انت ما تدورش على الدكاتره. الدكتور محمد العريفي لما جه مصر ايام الثوره، ده الشيخ مش الدكتور، الشيخ. لا الدكتور محمد العريفي ما هو شيخ لكن واخد دكتوراه، محضر دكتوراه. تمام. الدكتور محمد العريفي لما جه هنا يومين الثوره وكان جاي يساند ناس مالناش دعوه بذكر اسماء حد، لكن قال كلمه انا وكل مصري من رئيس لعامل يفتخر بيه. اتفضل. قال السعوديين بيقولوا له الناس بتعمل ايه في مصر؟ قال لهم باللفظ طياره خاصه على حسابي لاي واحد يلف العالم لو لقى جامعه خاليه من دكتور مصري يجي يحاسبه. عيب نقول تعليم فاشل، احنا احلى تعليم والله، بس احنا اللي فاشل. احنا قبل ما ننهي اللقاء مع سعادتك استاذ محمد، احنا سعداء بيك محمد السيد، ومش هيبقى اول لقاء، ان شاء الله هيبقى في لقاءات ثانيه على اساس برضك ان الدنيا الجو ضلم خلاص، ولكن احنا توعدنا ان احنا ان شاء الله يبقى بينا وبين بعض لقاء ثاني وثالث لغايه ما نطور التعليم، واحنا ايدينا في ايديك. بس انت موافق ان احنا هننشر على مباشر منديس؟ اتفضل يا بيه انشر. وكل الميديا اللي على قنواتنا، انت موافق ان احنا هننشر؟ انشر يا بيه. وان انت بتسجل معانا؟ انشر يا بيه. وعارف ان احنا هننشر. وانا عارف ان في ناس كتير هتضرني وهتحاربني، لكن انا كل اللي بعمله حبا في البلد وحبا في الراجل اللي تعبان وشقيان وبيجري ليل نهار لمصلحه البلد، واحنا كلنا نايمين زي ما المثل الفلاح بيقول نايمين في العسل. كل سنه وانت طيب استاذ محمد، ولنا لقاء ثاني. تشرفنا بمعرفتك. الاستاذ محمد السيد يعني هنبقى معاه في لقاء تاني وتالت ان شاء الله. انا عارف بعد الحلقه دي ما تنزل هيبقى في تداعيات كتيره يعني، واحنا مش معاه ولا ضد.